فوز الاهلي 3-0 بيفكرك بايه؟ فوز الاهلي على اوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه 3-0 بيفكرك بنتيجه ايه؟ كلكم عارفين الاهلي زنقهم قبل كده وزنق اوكلاند سيتي زيهم، كانوا مستنيين الاهلي يخسر، بس على مين؟ الاهلي بيشرف مصر، الاهلي بيقدم عظمه، الاهلي ما فيش عنده بديل ولا عنده اساسي ولا عنده احتياطي، الاهلي يا جماعه الوقت بقى عنده حوالي 25 لعيب اي حد فيهم يلعب. الاهلي وصل لمرحله الطب، مرحله ان وانت مغمض حط تشكيل، وزي ما اتكلمت على الاهلي قبل كده في فيديو بعنوان الاهلي رايح فين يا جماعه. سيبك انت بقى من كل ده لما تسمع المذيع وهو بيقول العرب، انجازات العرب في كاس العالم للانديه 6 ميداليات، وتيجي تبص تلاقي الاهلي واخد 3 منهم، يعني الاهلي انجازاته نص انجازات العرب كلها يا جماعه، يعني مفيش فخر بعد كده. لعيبه الاهلي بقى وصلت لمرحله داخل الملعب ان اللاعب لازم يموت نفسه علشان لو طلع قاعد احتياطي له البديل اللي احسن منه. الاهلي اللعيبه بتاكل في النجيله، ليه؟ لان في ناس بره مهدداهم بالخطر، وده نجاح الاهلي حاليا ان اللعيب اللي هيطلع بره شكرا، علشان كده كل لعيب بيجيب كل اللي عنده، وان اللاعب لازم يمسك في الفرصه ومش هيسيب. تعال بقى شوف حسين الشحات اللي بيسجل 3 اهداف في 3 نسخ مختلفة في كاس العالم للأندية، زيه زي كريستيانو زي ميسي. ايه العظمة دي؟ ايه ده يا حسين بيه الشحات؟ زيك زي كريستيانو زي ميسي، عظمه. نمسك بقى الخشب يا جماعه، هنمسك الخشب. احمد عبد القادر، ايه الكوبري ده؟ احمد عبد القادر، سيبك انت بقى من الماتش والترقيص ورايح ويشد الفرقه والهجمات ان الكوبري ده لا 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 يا جماعه، الراجل ده بيهزر، الراجل ده لازم نحط عليه حراسه. احمد عبد القادر لازم بعد الماتش ده يتحط عليه حراسه، محدش يسيب احمد عبد القادر يخرج في المغرب لوحده يا جماعه. وكهربا بعد ما جاب الجون في الزمالك وبنقول هنسد الغرامه بتاعته، يقوم عامل ايه بقى؟ يقوم عامل اسيست بالكعب النهارده، يقول لك خد نص الغرامه الثانيه اهي. الله عليك يا كهربا والله. ولا الهجمه المرتده اللي الاهلي بيعملها، لا الاهلي بيعمل هجمه مرتده، ايه ده؟ ريال مدريد في ايام مورينيو اما كان بيعمل هجمه مرتده ببيل وكريستيانو. لا يا جماعه، ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، فوز شرف مصر والوطن العربي وأفريقيا وأوروبا وإنجلترا، حبايب قلبي.